مين احسن لعيبه في نادي الزمالك حضرتك عايز تجيبها من النادي الاهلي؟ ارجعها بقى رجعها النادي الاهلي. لا يعني في ناس هتزعل كتير، بس هقول لا من غير زعل، ده بتقول بالعكس، ده وجهة طبعا. نظر. يعني انا لو بقول اتمنى لعيبه من الزمالك تبقى موجوده في النادي الاهلي. في حسام عبد المجيد طبعا، يعني بيأدي بشكل كويس جدا جدا جدا، بيتطور بشكل سريع. تركيزه في الملعب بيعجبني جدا. مواصفاته كقلب دفاع طبعا. فاعتقد ان اول واحد هيبقى حسام عبد المجيد طبعا، حسام عبد المجيد. يعني مش زيزو. ها مش زيزو. مش عاوزين نزعل بقى الناس بقى. لا هو ما فيهاش زعل، ده وجهة نظر فنية. اكيد لو وزيزو طبعا، يعني هو حسام وزيزو هم طبعا. بس كده مفيش. ما انا بقول بقى يرجع النادي الاهلي بقى عبد الله، خلاص بقى كده مشواره بيختمه بشكل كويس مع نادي الزمالك ان شاء الله، وربنا يوفقه ان شاء الله. طيب كابتن سامي، اللعيبه اللي في الاهلي عايزهم يروحوا الزمالك. هياخد لعيبه كتير قوي. لا بتهيألك يا كابتن، بن شرقي بس. بن شرقي بس يعني بن شرقي بس، ده انا اللي اتمنى يبقى موجود. طب اشمعنى بن شرقي بس؟ لان انا دربته على مستوى اللعبه رائع، على مستوى الشخص رائع، ما عندكش مشاكل معاه خالص ولا بيعمل مشاكل مع حد. فده النوعيه اللي ممكن تبقى تمشي معاك في التوقيت اللي انا كنت موجود فيه وعارفه. فده من الناس الاختيارات تبقى، انا بالنسبه لي ده من اميز الناس اللي تبقى موجوده.